وصية لمن فقد البركة في وقته. قال أحد السلف: كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. وقال إبراهيم المقدسي موصيا الضياء المقدسي لما أراد الرحلة لطلب العلم: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الشيء العظيم الذي لم يتيسر قبل. وقال قتادة: ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان. ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا النقصان. وأما الزيادة ففي قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولنتأمل حال سلفنا الصالح مع آيات القرآن، وكيف تأثروا بآياته تأثرا عظيما. يقول أحدهم: عجبت لمن خاف شيئا كيف يغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بالضر كيف يذهل عن قول ربي: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يغفل عن قول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يغفل عن هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.